السلام عليكم يا جماعة، معاكم معتز ياسر من قناة موبايل برو بلس. النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد من بوكو، واللي أول مرة بيجي باسم الألترا، وده بيكون البوكو F7 ألترا. بصراحة الهاتف ده مواصفاته عالية جدا وبيخليه من أفضل الهواتف في الفئة السعرية بتاعته. هنشوف مع بعض الفيديو ده كل التفاصيل من المواصفات الكاملة والمميزات لحد السعر وكمان منين تشتري. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. وأول حاجة ما تنساش تصلي على النبي محمد على أفضل الصلاة والسلام. كمان تدعمني باللايك وتشترك معايا في القناة لو ما كنتش مشترك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. أكيد أول حاجة هتلاحظها هي المظهر المتجدد والتغيرات اللي حصلت مقارنة بالجيل السابق. في الظهر هنا هتلاقي جزيدة كاميرا دائرية موجودة على الجنب الشمال، وكمان الدائرة مش كبيرة زي قبل الهاتف اللي بيجي بألوان الأصفر والأسود. لو دققت شوية في الموبايل هتلاقي ملمس ثنائي اللون، الجزء العلوي لامع والجزء السفلي مطفي. كمان في انحناء في الحوافز اللي بيوفر لك راحة أكتر في الإمساك بيه. أما بالنسبة للإطار فهو من المعدن وبيجي بلمسة نهائية غير لامعة، والظهر هنا من الزجاج والتصميم حلو لكن مش فخم أوي فاخد مقارنة بالهواتف التانية بتصميمات أحسن. كمان شخصيا بفضل تصميم البوكو F7 برو أكتر. تحت الظهر بتلاقي شعار البوكو، والهاتف وزنه 212 جرام وسمكه 8.4 ملم. التصميم ده مسألة ذوق شخصي وأنا مش شايفه مميز قوي. أما من أبرز التحسينات اللي في البوكو F7 ألترا هو تصنيفه ال IP68 ضد المية والغبارة، واللي بيخليه من نفس مستوى الأجهزة الرائدة اللي أسعارها أغلى مقارنة بالجيل اللي فات. البوكو F7 ألترا بيجي بنفس الشاشة مع طبقة حماية جديدة اسمها بوكو شيلد جلاس بدل من الجوريلا جلاس. الشاشة هنا أموليد وألوانها فيها حيوية وألوان الأسود عميق. بتدعم كمان عرض محتوى ال HD على نتفليكس و4K على اليوتيوب، وده بيخليك تجربة المشاهد ممتعة جدا. كمان الصوت ستيريو واضح جدا مع التوازن الرائع في الترددات. أما بالنسبة للبصمة فهي مدمجة تحت الشاشة وسريعة جدا بالنسبة لأداء الهاتف، وده وحش بمعنى الكلمة. بيشتغل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الأول مع 16 جيجا رام و512 جيجا تخزين. في اختبار الأتورنتو حقق أكتر من 2.3 مليون نقطة، وده إنجاز قوي جدا مقارنة بالسعر ده. أما بالنسبة للكاميرات فالهاتف بيجي بكاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الأمامية ب 50 ميجا بكسل مع تثبيت بصري، و50 ميجا بكسل تليفون مع مثبت بصري، و32 ميجا بكسل للتصوير الواسع، والكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل. الصورة النهارية ممتازة مع ألوان دقيقة. أما من الصور الليلية فالحوار شوية مبهج. في الفيديو بيصور 4K بسرعة 60 إطار في الثانية. البطارية هنا بحجم 5300 ملي أمبير، وفي اختبار البي سي مارك وعملت 14 ساعة و16 دقيقة. مش أفضل حاجة في الفئة دي، لكن الشحن هنا سريع 120 واط وبيشحن الموبايل كامل في نص ساعة، وده مميزة رهيبة جدا. كمان بيعمل شحن لاسلكي. أما بالنسبة للسعر فالهاتف هنا بيبدأ من حوالي $650، وفي تخفيضات على اكسبريس لو حابين تشتريه. هحط لكم الرابط في الوصف. وفي الختمة هنا البوكو F7 الألترا هاتف قوي جدا تستمتع بالأداء المذهل والشاشة الرائعة والكاميرات الجيدة بالإضافة للشحن السريع، لكن من نقاط الضعف البطارية مش الأفضل في الفئة دي. وفي الآخر طبعا كل حاجة ذوق شخصي، وأنا بفضل ال F6 تمام لأنه موبايل بصراحة روعة جدا جدا جدا. وبس كده. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنساش انك تضغط لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، واهم حاجة تضغط اللايك ده علشان هو اللي بيفرق معانا. واكتب لي بقى في التعليقات هل تفضل ال F7 ولا ال F6، واكتب لي لو انت عاوز مراجعة معينة عن موبايل معين في التعليقات علشان نشرح عليه الفيديو الجاي. ويلا سلام.